طبيبه تسببات ليها في الطلاق. كيفاش هادشي؟ هاد الحاله هادي حاله تكررت معنا للاسف، وان السيده مسكينه مشات مع الزوج ديالها الطبيبه، فالطبيبه بطبيعه الحال جينيكولوج فحصتها، شافت بان فوالا دارت ليها سبيكيلوم او ديك الاداه الطبيه باش تشوف زعما واش عندها شي مشكل في المهبل ايتو. ملي دخل السبيكيلوم غادي تقول للزوج ديالها، مع الزوج ديالها كان معاها، غتقول له راها كتبوحط، بما انها قدرات تدخل سبيكيلوم فهي قادره مليار في المية تدخل القضيب، فبالتالي يا سيدي راه غير كتبوحط عليك. فالزوج بيان سور تيق الطبيبه لانها فيغور دو اوتوريتي، غادي يمشي للدار بقى معاها واحد لا سومين وغادي يطلقها، وكاتب في العريضه وفي الوثيقه ديال الطلاق تمتنع عن اداء الواجب الزوجي. فهنا الطبيبه الصراحه دارت اجرام، لان التشنج المهبلي ماشي غير حيت قدرات تدخل سبيكيلوم صغير ما عندهاش تشنج مهبلي، كاين تشنج مهبلي سيتواسيونيل. شنو هو السيتواسيونيل؟ يعني ان السيده كتقدر تدخل لي سبيكيلوم وتقدر تدخل لي ديلاتاتور وما تقدرش تدخل القضيب، وهذا الشيء كيطرا مع بزاف النساء، كيقدروا انهم يديروا لي ديلاتاتور ملي كتمشي كتقول لك راه درت كلشي ودخلت وما خليت ما دخلتش، ولكن القضيب ما قدرتش ندخلو. ان هذاك تيتسمى السيتواسيونيل، يعني السيده ما قادراش ان داك القضيب في العقل الباطن ديالها شي حاجه خطر عليها، فكيوقع لها التشنج بشكل لا ارادي. فحرام على هاد الاطباء، وهذه ماشي حاله وحده، طرات لنا بزاف المرات. يعني النساء كيجيو عندنا كتكون طبيبه سبات ليها في هذا المشكل هذا عن عدم درايه بانواع ونوعيات التشنج المهبلي. فاذا الله يرضى عليكم، كفى من انكم تسببوا طلاقات، لانهم هادو حالات للاسف تكرروا معنا، وبزاف منهم يعني اطباء كثار تبارك الله ما شاء الله، واخا ما كنعرفوهمش حنا بشكل شخصي صراحه كيبعثوا لنا عده نساء اللي خصوصا كيفهموا بان هذا خصو تخصص ما هو نفسي وجسدي، فكيبعثوهم لينا. وكاين اطباء للاسف